السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نطلع عدد ساعات العمل لكل موظف في الاكسل. لو انا عندي جهاز البصمه او انا بكتب بايدي، المفروض ان بيبقى عندي موظف. الموظف ده بيجي في الساعه الفلانيه وبيمشي في الساعه الفلانيه، وعايز اعرف عدد ساعات العمل بتاعه قد ايه. وطبعا اوتوماتيك هيتطبق كل ده على بقيه الموظفين. في مشكله كبيره قوي ساعات بتقابل ناس كتير. لو انت عندك موظفين او انت عندك الشغل بتاعك يوم او 12 ساعة وهكذا، فانت في ناس بتيجي عندك صباحي وفي ناس بتيجي مسائي، فانت عايز الاكسل يفهم الكلام ده ويعرف يطلع عدد ساعات العمل بطريقة مظبوطة وما يبقاش فيها اي مشاكل. طيب الكلام ده هنعمله ازاي؟ انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول يساوي وبعدين الرقم ده ناقص الرقم ده. طبعا ده كلام مش صح، لان هيبقى مظبوط هنا انما مش هيبقى مظبوط هنا لو انت عندك الموظف بيجي مسائي وبيخلص الشيفت بتاعه في تاني يوم الصبح، فانت كده هيبقى في عندك مشكلة كبيرة. يعني احنا لو عملنا اوتو فيل هيبقى في عندك مشكله كبيره في الارقام في الموضوع ده. طيب اصلح الكلام ده ازاي؟ هنروح نستدعي داله اسمها MOD، هعمل دبل كليك عليها علشان تظهر عندي في الخليه ونستدعيها بشكل صحيح. وبعدين هختار الرقم الاول او ساعه الانصراف ناقص ساعه الحضور، وبعدين هندوس على حرف الكاف وانا بكتب باللغه الانجليزيه، هيديني فاصله منقوطه، وبعدين هكتب واحد معناها يعني 24 ساعه، وبعدين هقفل القوس، وبعدين هدوس انتر. كده انا جبت عدد الساعات. لو عملت اوتو فيل هتلاقي الكلام ده اتطبق ومفيش مشكله في الناس اللي هي جايه مسائي وروحت صباحي. ما تنساش تطبق معايا، وكل فيديو تتفرج عليه تطبق الكلام واحده واحده. ولو قابلتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات علشان اساعدك. كل ما تطبق اكسل كتير كل ما هتبقى شاطر اكتر في الاكسل. يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.